توقيع واحد. كيفاش هادشي هذا؟ كيفاش بغيتي اليوم يجيو يتقى معاك الله راه يدير داك الشيء ويجمع راسو ويمشي للحج ولا يحج 10 ديال المرات. انا عام انا راه عارف اش كنقول وعارف على من تنهضر، وهذاك اللي كيوقع له والاخر كلهم يمشيو للحج وتيسحب له راه الا مشى للحج راه غادي يحل المشكل. القضيه ديال السكن الصبيحي راه كان كيوقع فيه البيع والشراء في المؤسسات ديال السلطه. انا هادشي تنقول لكم ملي وليت نائب برلماني ولاو تيجيو عندي الناس تيحكيوه ليا مباشره، وان هادشي ما كيتغيرش كله في لحظه واحده. اليوم كاين روح جديده، كاين قناعات جديده، كاين قرارات جديده، كاين حكومه جديده، ولكنها لا تستطيع ان تحل كل شيء في لحظه واحده ولا في سنه واحده. ولكن اليوم كل واحد خصو يساعد. فيما يخص الاراضي الفلاحيه استرجعنا هذا العام 700 هكتار اللي مالها ما وفاوش بالشروط ديالهم. من الاشكاليات اللي مطروحه عندنا ما يسمى بلي زون اندستريال، المناطق الصناعيه اللي عطينا للناس الاراضي باش يبنيو معامل ويشغلوها، احتفظوا بها باش يديروا بها لا سبيكولاسيون. غادي نلقاو لها حل باي وجه او باخر. والصناعات واللي زون اندستريال يعني المناطق الصناعيه اللي غننتجوا غادي تكون عندها شروط كتسمح بالاسترجاع ديالها بطريقه اوتوماتيكيه في حاله ما اذا يعني اخلى الناس بالشروط التي اخذوها في وقت محدد. السكن الاقتصادي لا السكن الاقتصادي داك الشيء اللي قلتي. شوف داك الشيء دابا حنا واحد القضيه من اصعب الامور هو انك ترجع للملفات القديمه. سير ديك الساعات كي غدير لها. حنا دابا غير الا قدرنا ما تبقى بين ايدينا من ملفات والسكن الاقتصادي. السكن الاقتصادي حتى هو وقعت فيه حكايات وحكايات واشكاليات، لانه مع الاسف الشديد كان واحد الوقت بعض الناس كيتصوروا بلي هما فوق القانون وعندهم اللي كيحميهم وتيقولوا كلام غير صحيح، غير كيتوهموا. اليوم ما بقاش هذا الكلام مسموح به، واخا يكون غير مسموح به. الحكومه اليوم مسؤوله ومن مسؤوليتها انها تواجه الفساد وتواجه المفسدين وتواجه اللي تيحمي الفساد في جميع الوجوه الممكنه في اطار القانون. ولكن هذا الشيء هذا بطبيعه الحال خص التعاون، خص اللي يجي، لانه الناس كيجيبوا تيقولوا الشائعات كيقولوها، ولكن ملي كتطلب من شي واحد كتقول له كيصيفط لك كتقول له كتب لي رساله موقعه، ما تيبغيش غير يوقعها ما تيبغيش. هو كيفاش غادي دير تهضر مع من غادي دير تهضر؟ فإلا غير هذا الشيء اللي بقى دابا والحمد لله باقي الخير والبركه راه حنا غادي نمشيو فيه. والقضيه ديال الملك الغابوي الاخ الكريم فيما يخص المناطق ديالكم ما توقعش بسميتي، كان خطا. نزلوا واحد الوثيقه وقالوا انها توقعت، هي ما عمرها توقعت، ما عمرها جات لعندي. كان هذا اسلوب كيعتبروا بانه ماشي مشكل. هذيك تراجعت هذيك الوثيقه ووقفنا داك الشيء حتى نشوفوا شنو هو المشكل. ولاني عاوتاني حتى الساكنه خصها تكون متفهمه. اذا كانت كتستافد من واحد الارض خلال عقود او خلال قرون كتستافد منها، ولكن بلا ما تكون كتملكها والدوله ما غتحرمهاش من الاستفاده منها. لا ايوا الا كانت ديالها راه ديالها. لا واش بغيتيني انا نوقع على شي حاجه راه خص تعرف باللي وصلت ديك رئاسه الحكومه وانا كنوقع وكنطلب الله تخرج العاقبه بسلام. خص تعرفها. لا ماشي في الدنيا وفي الاخره، لان ولكن راه الدوله كتمشى بحال هكذا. النزع ديال الملكيه شيء ضروري. وبالمناسبه الاستاذه، لا 600 مليون ديال الدرهم اللي عطينا في 2012 لتصفيه الملفات ديال نزع الملكيه، لانه ملي وصلت وليت كنشوف هذوك الملفات اللي كيجيبوا لي باش نوقع فيهم التنفيذ وفيهم بعض الاشياء اللي فيها غتمشي للمجلس محكمه النقد الى اخره. تنقول لهم هذه علاش غتمشي لمحكمه النقد؟ واش هذا حق؟ تيقول لك حق. خلصوا عباد الله. واش كاين الفلوس؟ قال لك كاين الفلوس. ايوا علاش بغيتيو نشدوهم؟ كان واحد المنطق، هذا المنطق هذا راه حنا كنحاولوا نعالجوه. غير واحد القضيه كاينه في هذا المغرب الزبيده وهي غريبه. اللي شد شي حاجه كيسكت، ماشي تينكر. لا انا تنهضر معاك،
تيسكت. لا ماشي انت يا استاذ الله يهديك، ليش تجي حاجه كيسكت وما بحال لا كيجي عيب تجي تقول اودي هذه الحكومه معقوله زادت في المنح، هذه الحكومه معقوله يعني زادت في المنح ديال التقاعد، هذه الحكومه معقوله. كيبغيوش. لا ماشي شغلك انت، اسكت باش تقول لي ما تدخلش على الموضوع. لا انت خارج على القواعد ديال العمل. شكون انت باش تقول لي ما تدخلش على الموضوع؟ انت رئيس الجلسه ماشي شغلك. انا كنقول داك الشيء اللي كنعتقد صواب وعندي الحق تيتسنى الوقت عاد هضر. السيد رئيس لا اسكت، تكلم باداب مع رئيس الحكومه. الله يخليك ودير سكوتش على السيد رئيس الحكومه. تابع اسمح لي ماشي شغلك. انت واحد من الناس اللي ما خصكش تكون كتحترم في هذا النهار. السيد رئيس الحكومه الله يكثر خيرك، النهار هذا خصك انت تسكت. تابع اسمح لي من فضلك. لا ماشي شغلك. سيد رئيس الحكومه تابعوا. اسمح لي يا سيد رئيس، دافع على الحق ديال رئيس الحكومه باش ما يشوش عليه حتى واحد. تابعوا سيدي تابعوا. ماشي شغلك. تابعوا سيدي تابعوا. انت هنا مستشار فقط، احترم مكانك. سيد الرئيس تابع. انا رئيس الحكومه وكنهضر في الحق ديالي. شوف مزيان تما ملي يتسالى غنوقف. ماشي شغلك. الله يخليك متابع والله. ماشي شغلك. اسي انت راضي الله يخليك. ماشي شغلك. راضي خلينا نشتغل الله يخليك. كملوا. وليتي رئيس الجلسه تكلم. السيد رئيس الحكومه وملي الانسان يبغي يتكلم يشوف شنو عنده في القلب ديالو وشنو عنده في الكرش ديالو عاد يهضر. السيد رئيس الحكومه الله يخليكم كملوا. الله يخليكم كملوا. سيدي راضي ارجوكم نقول نعود. الله يخليكم. وما كنخافش ما حشماش منك، وما كنخافش ما كنحشماش منك. سيد رئيس الحكومه سيد رئيس الحكومه راه المغرب عارف شكون اللي كيسوق خويا وما خوياش. السيد راضي الله يخليكم. السيد راضي الله يخليك. السيد راضي. واما المراه الله ارجوك السيد راضي. واما المراه في الاراضي السلاليه الاستاذ كان منشور ديال وزاره الداخليه صف المشكل. فعلاش كنرجعوا لهذا الموضوع؟ من الناحيه القانونيه هذا المشكل هذا تصفى، ولات المراه كالرجل في الاستفاده من الحقوق ديال الاراضي السلاليه. كان هادشي السيد وزير الداخليه ولا لا؟ هذه حكومه جاءت تحاول ان تصحح الاوضاع، تحاول ان تعطي الحقوق، تحاول ان تقيم العدل بين الناس، تحاول. ليس من السهل تجاوز عشرات السنين ديال الاختلالات، وهذا المسار هي سائرة فيه في إطار صلاحياتها، في إطار الوضع السياسي المعروف اللي كل شيء كيعرفه، في إطار الإكراهات الحقيقية التي نعيشها، ولكننا لن نتراجع. والفساد والمفسدون بطبيعة الحال لا بد أن هنالك أشخاص سوف يتضررون، شي غيتضرر شوية شي غيتضرر بزاف. ما كاين حتى شي حاجة غتكون فيها المصلحة ديال المجتمع من بعد ما خلينا الأمور تتراكم سنوات كثيرة أو عقود كثيرة، وهذيك الأمور غادي تعالج يعني بإرضاء الجميع. لا بد أن الأمور ستتبدل، لا بد أن الأمور ستتغير. وأقول لكم هذا الذي أقوله لكم اليوم ليس اختيارا للحكومة فقط، إنه اختيار للتاريخ. هذا اختيار ديال التاريخ ومسار ديال البشرية، ومسار دخلت فيه المنطقة ديالنا بقوة وما بقاش عندنا الحق نتراجعوا فيه. الناس الذين استفادوا لحد الآن أقول لهم بكل صراحة مصلحتكم مهما كنتم، وقد نكون منهم بشكل أو بآخر، مصلحتكم اليوم ألا نستمر في انتهى الوقت سيد رئيس الحكومة. لا 3 هنايا وواحد هنايا. انتهى الوقت 3 جي واحد هنايا 4 دقائق. شكرا انتهى الوقت. إذا شكرا على مساهمتكم